حياتي اتغيرت في شهر 2 سنة 2024، ولو هنسب الفضل التغيير الإيجابي ده في حياتي هنسيبه لثلاث حاجات بس، وهما الرياضة، نوعية المحتوى اللي بشوفه، والناس اللي محاوطها بيا. ولو انت أول مرة تشوفني، أنا اسمي شريف عبد الباسط، أنا انجلش انستراكتور، وهدفي إن أنا أساعدك تحسن الإنجليزي بتاعك، وهدفي إن أنا أساعدك تكون نسخة أحسن من نفسك. في نفس الوقت انا مؤسس اكاديمي اسمها انتنسو انجلش. في انتنسو انجلش بنساعد الناس اللي الليسننج سكيلز بتاعتها كويسه بس عندها مشاكل في السبيكنج او عندها مشاكل في الفلوينسي او في الكونفيدنس بتاعتها لما تيجي تتكلم انجليزي. فلو ده ينطبق عليك تقدر تعرف اكتر عن اللي بنقدمه من خلال اللينكس اللي في الديسكربشن. المهم، تعالى نبتدي احكي لك، او خليني احكي لك على ازاي الرياضه، نوعيه المحتوى اللي انا بشوفه والناس المحيطه بيا غيرت حياتي. اول حاجه عايز اوريك صوره. ممكن الصورة دي ابقى اظهرها على الفيديو او يمكن نحطها في المونتاج. دي صورتي في 8/2. ممكن ابقى احط الصورة يعني فوق الفيديو في المونتاج. المهم، في شهر 2 انا دخلت، او يعني هي من الحاجات كلها حصلت مع بعضها في نفس الوقت. ايه اللي حصل؟ ان انا بقالي فترة مثلا مش مبسوط، او يعني اللي هو حاسس what's the point of everything. يعني ليه اصلا بتعمل اللي انت بتعمله؟ ليه بصحى من النوم؟ ليه بشتغل؟ مش عارف ايه. تبتدي بقى تتساءل عن يعني your purpose. what do you want to achieve او what do you want to accomplish in life. وكنت فترة طويلة جدا 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 بتساءل السؤال ده، وبستشير الناس، وبسأل صحابي، وبسأل ثيرابيستس، وبكلم مش عارف ايه، بدور على الإجابة. ويعني بعد فترة لقيت شخص كونتنت كريتور بيعمل كونتنت مثلا يتشابه مع الفاليوز بتاعتي، أو يعني بيعمل محتوى مشابه للمحتوى اللي أنا بتفرج عليه بالإنجليزي. نوعية المحتوى ده بالعربي شبه مش موجودة، يعني محتوى التطوير الذات أو السيلف امبروفمنت اللي بالعربي يعني حاسه شبه مش موجود، أو أنا ما اكتشفتوش. أنا لقيت الشخص ده عامل فيديو عجبني جدا، شدني، وبعد كده اتضح ان هو عامل كوميونتي. الكوميونتي ببساطة ده يعني هو كوميونتي بيؤمن ببعض المبادئ اللي أنا بؤمن بيها، منها مثلا أهمية الرياضة، منها أهمية القراية، whatever أيا كان يعني. so we shared some values، وأنا قررت أدخل الكوميونتي ده، ومن ساعة ما أنا دخلت الكوميونتي ده حياتي اتغيرت للأحسن. الكوميونتي ده كان كوميونتي فيه ناس زي ما قلنا بتؤمن بنفس اللي بؤمن بيه، وفي جملة مشهورة جدا بتقول you are the average of the 5 people you surround yourself with. يعني انت شبه الخمس اشخاص اللي انت بتحيط نفسك بيهم. ولو تفتكر مثلا لما انت كنت طفل او لما انت كنت في المدرسة، مامتك كانت دايما بتقعدك جنب الولد الشاطر او ايا كان، يعني اللي هو ابعد عن الولد ده عشان هو واد ايا كان، وصاحب الواد الشاطر اللي بيذاكر اللي مش عارف بيخلص الواجب بتاعه. زمان كنت ممكن تتريق على حاجة زي كده، ولكن as you grow older او كل ما تكبر بتدرك فعلا ان دي ادفايس صح. وحتى يعني يعني انت عارف الادفايس دي، انت يعني انت انت شبه الاشخاص اللي انت بتقضي وقت معاهم، او انت هتكون اسمه ايه، واحد مصاحب علي علوكة you know واحد مصاحب علي علوكة واشرف كوخ عايز يطلع ايه طيار. ف it's a meme، بس at the core of it it's true. يعني هو ممكن يبان افيه في فيلم، ولكن فعلا الحاجة دي مهمة جدا، او يعني نوعية الناس اللي انت بتحيط نفسك بيها فعلا بتؤثر عليك. ما انا دخلت الكوميونتي ده، ده كوميونتي ناس مثلا بتروح الجيم، كوميونتي ناس مهتمه بصحتها، كوميونتي ناس بتشتغل بتخلص اللي وراها، كوميونتي ناس بتاكل كويس، وكوميونتي ناس بتزق بعضها وبتشجع بعضها ان هي تبقى احسن نسخه من نفسهم. financially physically mentally whatever it is. يعني حتى مثلا على صعيد مثلا learning او كده، كان community supportive جدا 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 وزقني للاحسن. طيب الموضوع ابتدى ازاي؟ ان انا كنت دخلت الكوميونتي ده مثلا في اول 2024، بعدين في شهر 2 هم عملوا تشالنج اسمه ال 30 day challenge او ال 30 day fitness challenge. بيسكلي يعني تشو البيفور والافتر بيكتشرز خلال شهر، تخش مثلا معسكر او ان انت تشتغل جامد لمده شهر، وبعدين تبوست البيفور وتبوست الافتر بيكتشر. في الصوره، الصوره دي كانت اهي بتاريخ 2/8، كانت التحدي 30 يوم الوزن 75 ونص. ف this is what I used to look like. يعني I used to look like shit. It's not like it wasn't terrible, but
يعني اما ببص للصور دي اللي هو انا ازاي سبت نفسي كده، او ازاي وصلت للمرحله دي. والصوره اللي تحت هي صوره الافتر. طبعا اي حد بقى جيماوي او يعني في ناس بقى اللي هو ايه هتسخر من حاجه زي كده، او اللي هو ايه مفيش اصلا حاجه حصلت. بس انا بالنسبه لي ده فرق شاسع. انا في خلال الشهر ده خسيت 4 كيلو، او مش فاكر يعني، خسيت رقم كبير. واما دخلت في التشالنج ده، او لما يعني زي ما قلنا خلاص اوكي يلا انا I will challenge myself، وبجد بقى this time في ناس بتبص ورايا. يعني في ناس بتhold me accountable، وانا اصلا نفسي يعني انا مش عاوز احرج نفسي. انا خلاص انا نزلت ال before pictures so I have to show the after pictures. وفي community في ناس بالمايند سيت دي، في ناس فعلا انت عارف ان هي هتشتغل، انت هتتحرج من نفسك اصلا ان انت مش بتشتغل. فانا اشتغلت. I worked on my diet. ابتديت اكل كويس، ابتديت. وهنا بقى نرجع لنقطة إن الرياضة، يعني أهمية الرياضة في حياتك. إن الرياضة في حد اسمه بيدرو سكوليان بتابعه بيقول لك إن الرياضة زي الكاتاليست، يعني زي مثلا في الكيمياء بيسميها عامل محفز أو حاجة. يعني at the core of it الرياضة بتصلح كل حاجة، بتصلح كل حاجة في حياتك. مثال، أما أنا ابتديت ألعب رياضة، ابتديت اللي هو طيب أنا دلوقتي بلعب رياضة، فأنا محتاج إن أنا أظبط الأكل بتاعي، محتاج إن أنا آكل هيلثي، ومحتاج كمان إن أنا أنام 8 ساعات في اليوم، صح؟ أو 8 9 ساعات. طيب تمام، الرياضة والأكل ظبطوا. طب ايه رأيك نضيف هابت تانية كويسة عليهم؟ طب ايه رأيك نبتدي نمديتيت؟ فابتديت مثلا مديتيشن، بقى مع المديتيشن ابتديت ان انا اكون واعي اكتر لتصرفاتي. فافتكر مثلا في لحظات ان انا كنت بخرج من البيت، في جنب البيت كده مطعم بيعمل فاست فود، بيعمل فول وطعمية. افتكر ان انا في لحظات او ايام كتيرة جدا 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 كنت بخرج من البيت بتمشى للمطعم اون اوتو بايلوت، يعني مش بفكر حتى في اللي انا بعمله، بتمشى للمطعم اوتو بايلوت. وبعدين بقول ايه ده شريف، انت رايح فين؟ انت رايح تاكل ايه؟ بعد كده حرفيا بخرج من البيت اتمشى للمطعم، بعدين ارجع الف تاني واكل حاجه، اسلق لي بيض ولا اكل لي اي حاجه، اعمل لي سلطه. طيب فابتديت بقى من اول الرياضه، او من اول التشالنج، من اول الكوميونتي المحيط بيا، ابتديت العب رياضه، ابتديت ابني عادات صحيه، وبعدين ابتديت اقرا من الحاجات اللي انا. وهنا بقى نيجي ننتقد على النقطه بتاعت نوعيه المحتوى اللي انت بتقراه، او نوعيه المحتوى اللي انت بتحيط نفسك بيه. ابتديت اقرا، ولسبب ما قريت الكتاب ده اسمه The 5 AM Club، أو نادي الخامسة صباحا. طيب التايتل بتاع الكتاب ممكن يبان كرنج شوية، أو يعني يعني هو مش كرنج ولا حاجة. بس الكتاب ده مش بيتكلم يعني عن مجرد اللي هو إيه اصحى الساعة 5 الصبح وكده يعني. لسبب ما الكتاب ده، مش عارف الكاتب هو كان قصده كده ولا لأ. في ناس يعني شايفة الكتاب ده مثلا مليء بالحاجات اللي هي إيه الوهميه، او اللي هو صدق في حلمك، مش عارف يعني شغل تنميه ذاتيه مثلا، او اللي هو ايه شغل ابراهيم الفقي بقى ومش عارف ايه. في ناس بتحب الكلام ده وفي ناس مش بتحبه. انا شخصيا بحبه، او على الاقل يعني it reminds me of what I'm doing and why I'm doing it. ولسبب ما الكتاب ده كل ما بقرا صفحه فيه بلاقي حاجه تعجبني، او بلاقي مثلا كوت بتفكرني. من كتر القرايه في الكتاب ده فكرني انا عاوز اعمل ايه اصلا في حياتي. يعني انا كنت بعمل حاجه مثلا مش بسطاني، او مش مدياني ساتسفاكشن، او مش محسساني ان انا بصحى من النوم مبسوط او متحمس ان انا اعمل حاجه معينه. والكتاب ده somehow صح حاجه جوايا وخلاني افكر. مثلا انا بشوف مثلا حاجات عشوائيه معاك. You need to remember that دي كوت مثلا من الكتاب في صفحه 5. اسمه ايه الكتاب؟ روبن شارما اسمه. روبن شارما هنا بيقول you need to remember that your excuses are seducers, your fears are liars and your doubts are thieves. بيتكلم على ايه؟ انت محتاج تفتكر ان اعذارك مغرية، وان الخوف كذاب، وان الشكوك حرامية. وهنا معناه طبعا ان هي يعني حرامي بيسرق حلمك. ايه كمان؟ دي حاجات طبعا انا معلمها على الكتاب، انا مش عارف انت شايف ولا لا. بيقول لك your greatest discomfort lies ايه your greatest discomfort lies is also the spot where your largest opportunity lives. The beliefs that disturb you, the feelings that threaten you, the projects that unnerve you,
and the unfoldments of your talents مش عارف ايه the insecure part da. Walking into the very things that scare you is how you reclaim your forgotten power and how you get back the innocence and awe you lost after childhood. طيب كل دي كوتس يعني مش هنقعد نترجم، يعني بتتكلم على الشجاعة او ان انت ازاي تتخذ مثلا قرارات. والكوتس دي فكرتني بقى انا عاوز اعمل ايه اصلا في حياتي. يعني انا كنت عاوز ابني بزنس. انا طول حياتي مهتم ان انا بانتربرينورشيب، رياده الاعمال و building a business. ده كان واحد من الباشنز بتوعي. و وانا خدت خطوه في الموضوع ده مثلا في 2022. خدت خطوه في ان انا ابتدي اعمل بزنس او اعمل اكاديمي وفشلت. ومن ساعتها وانا خايف، او اللي هو يعني من ساعتها اللي هو اوكي خلاص ما انا جربت مره وفشلت ففاكس بقى. بعدين الكتاب ده صح فيا الافكار دي تاني، اللي هو لا، هو انت خايف اصلا من ايه؟ يعني انت خايف تعمل بيزنس تاني عشان انت خايف تفشل تاني. does this make sense؟ يعني هل ده منطقي ان انت ما تعملش حاجه اللي انت عاوز تعملها عشان انت خايف ان انت تفشل تاني؟ والمهم فضلت اقرا الكتاب ده لحد ما خلاص يعني let's do it بجد. يعني كل يوم بقرا صفحه الاقي فيها كوت بتفكرني بطل خوف، او يعني الحاجه اللي انت مش عاوز تعملها دي بطل خوف. اضافه الى ذلك ابتديت اتابع حد على يوتيوب اسمه حمزه احمد. ده برضو كان له فضل كبير جدا على تغيير المايند سيت بتاعتي وتغيير عاداتي وتغيير عقليتي لحاجات كتير، منها مثلا كونتنت كرييشن. انا فاكر ايميل حمزه احمد كان بعته بيقول ان المحتوى اللي انت بتعمله ممكن ينقذ حياه حد، او ممكن يعني you have no idea how influential you actually are، او انت ما عندكش فكره انت مؤثر قد ايه. عشان مجرد ان انت بتطلع بتسجل فيديو انت ممكن تغير حياة حد بجد. ممكن تغير حياة حد، ممكن تشيله من الاكتئاب، او ممكن تساعده ان هو يلاقي بصيص من الامل، او يتعلم حياة جديدة، او يغير نظرته عن نفسه، او ايا كان. وهو الموتيفيتور ورا اصلا اليوتيوب شانل وورا كل رحلة النمو بتاعتي دي. فحمزة كان شخص مؤثر، وممكن اقول ان هو الرول موديل اصلا ورا المسج بتاعتي او ورا البيربس بتاعي حاليا في الحياة. المهم انا قعدت احكي لك قصه طويله جدا جدا عن رحلتي خلال السنه دي بقى من اول شهر 2. مش هقول لك ان انا بقيت يعني يعني في احسن فتنس سيتويشن، مش هقول لك ان انا بقيت احسن بزنس مان، مش هقول لك ان انا بقيت احسن مش عارف ايه. ولكن خلال الرحله دي، خلال السنه دي، وعن طريق محاوطتي او عن طريق محاوطه نفسي لكونتنت، منه مثلا كتب او منه بودكاست بسمعها، او مين بتابع مين مثلا على يوتيوب، الناس اللي انا محاوط نفسي بيها. وهيكون صعب ان انت تلاقي الكوميونتي ده، او يعني الناس اللي انت تحاوط نفسك بيهم دول، او الناس اللي شبهك، او الناس اللي بتتفرج على نوعية المحتوى ده. من كام يوم كنت بتفرج على فيديو لحد اسمه ايمان جاجي. وكان بيتكلم على يعني نوعية الناس اللي بتتفرج. لو انت مثلا بتتفرج لحد دلوقتي، احنا بنتكلم في دقيقة 15 تمام، ولحد دلوقتي انا لسه مثلا مع يعني ما علمتكش حاجة، مش عارف والله يعني سو فار انت استفدت حاجة ولا لا. ممكن تكون بتتعلم اللي هو يعني، او حاجه زي كده بتذكرك ان حاجه زي كده مهمه. المهم يعني ايمان كان بيتكلم في فيديو هو كان منزله مؤخرا، ان مش كل الناس بتتفرج على نفس نوعيه المحتوى اللي انت بتتفرج عليه ده. يعني مش كل الناس بتتفرج على واحد قاعد بقاله ربع ساعه بيتكلم على قصته في قصته مع الرياضه ومع الكونتنت اللي بيشوفه مع مش عارف ايه. مش كل الناس بتتفرج على فيديوهات اللي هو ازاي تتعلم انجليزي. مش كل الناس بتتفرج على فيديوهات how to make money online. مش كل الناس بتتفرج على فيديوهات اللي هو ازاي انظم وقتي مثلا. مش كل الناس بتتفرج على فيديوهات تحفيزيه مش كل الناس بتتفرج على كورسز ماركتنج وسيلز وكورسز مش عارف ايه. مش كل الناس ازاي اكتب سي في كويس، ازاي استعمل شات جي بي تي، ازاي اعمل لاندنج بيج، ازاي ايا كان اللي انت بتدور عليه، او ايا كان نوعيه المحتوى اللي انت بتشوفه. ازاي ابني جسم كويس، ازاي اكل كويس، ازاي انزل جيم، التمرينه دي ازاي، التمرينه دي ازاي. بجد لما انت بتتفرج على نوعيه محتوى زي كده كتير، بيهيأ لك ان كل الناس بتعمل كده، او ان كل الناس بتسعى للتطوير، او ان كل الناس بتسعى ان هي تكون نسخة احسن من نفسها. ولكن في الحقيقة نو. يعني انت من كتر بس الحاجة اللي انت بتexpose yourself to it، انت بتتخيل الناس كلها بتعملها. فانت مثلا بتعمل كذا، فانت بتتخيل الناس كلها بتعمل كذا، ولكن في الحقيقة مش كل الناس بتعمل اللي انت بتعمله ده. ودي حاجة المفروض تبسطك. أم، ولكن ده secret at the end of the day، او مش السيكريت يعني، ولكن عشان تستفيد فعلا بمحتوى زي كده،
آم، تستعمله كموتيفيتور وتستعمله كريمايندر وتذكره للحاجه اللي انت عاوز تحققها والهدف اللي انت عاوز توصل له. انا الكتاب ده بالنسبه لي كتابي المفضل. ليه؟ مش عشان مثلا هو بيقول لك اصحى الساعه 5 الصبح، يعني هي دي المسج الرئيسيه ورا الكتاب مثلا، بس انا مش بحبه عشان المسج الرئيسيه دي، انا بحبه عشان هو بيفكرني بقى انا عاوز اعمل ايه، والناس اللي انت بتحوط نفسك بيها بتفكرك بانت عاوز تعمل ايه وانت عاوز توصل لايه. ف if you want success you have to surround yourself with successful people. لو انت عاوز تنجح فانت محتاج ان انت تحيط نفسك بناس ناجحه، ايا كان تعريفك للنجاح ده ايه. طيب ازاي تطبق الكونسبتس دي او ازاي تطبق الثلاث حاجات دول في يعني في رحلتك لتعلم الانجليزي وفي رحلتك لتطوير نفسك عموما؟ لما نيجي نتكلم على الانجليزي، ودي حاجه انا هفضل اكررها، تعلم الانجليزي ملوش علاقه بالفوكابيلاري والجرامر والبرونانسيشن والايديومز وكل الهبل اللي الناس بتتكلم فيه ده. at the end of the day learning English is all about building habits، وان انت تكون شخص ملتزم وشخص disciplined وشخص صبور. لازم تكون صبور جدا، عشان هي زيها زي الجيم، زي الجسم المثالي. هتقعد فترة تنزل الجيم تتمرن تتصاب تكسل تاخد شيت ميل، لا الدنيا باظت مني، تعالى نرجع تاني، تعالى نبتدي، مش عارف ايه كده. فهي رحلة محتاجة صبر ومحتاجة التزام. بس يعني مش محتاج يعني تمام انا بحفظ فوكابلري ومش عارف بعمل ايه وباخد كورس ده بس في نهاية المطاف هي يعني اي حاجة انت بتتعلمها او اي حاجة انت بتعملها هي رحلة صبر واستمرار، صبر واستمرار. مع الكونتنت اللي انا بعمله مثلا صبر واستمرار، مع مش عارف المشاكل اللي انا بحلها صبر واستمرار، مع اي حاجه صبر واستمرار. لما نيجي نتكلم على ازاي الرياضه هتساعدك ان انت تتعلم انجليزي، عشان زي ما قلنا الرياضه عامل محفز بجد. يعني انت هتبتدي تنزل رياضه، تلعب رياضه حتى لو انت مثلا وزنك 120 كيلو ايا كان وات ايفر، وبجد مش محتاج تعمل حاجه مذهله. يعني لو انت دلوقتي في البوينت بتاعت اللي هي الصفر، اللي هو مثلا انا بقالي سنتين ما اتمرنتش، انا عمري ما نزلت جيم في حياتي، فاللي هو بجد ابتدي مثلا ب 10 ضغط في الاوضه بتاعتك، ابتدي ب 10 jumping jacks no anyways 10 jumping jacks، تعمل اي حاجه، 10 crunches، 10 اي حاجه، 10 squats، بعدين تنزل تجري مثلا 5 دقايق. تمام بجد، يعني ابتدي سيمبل جدا 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 لدرجه ان هو حاجه من كتر بساطتها تبان تافهه، ولكن افتكر ان انت ساعتها بس انت بتنمي العاده، يعني انت بتبني العاده تدريجيا. ف5 دقايق بعدين نزود شويه 10 دقايق بعدين هنجري ربع ساعه بعدين هنجري تلت ساعه، بعدين هتلاقي نفسك اما انت ابتديت تلعب رياضه تلاقي نفسك ابتديت تظبط اكلك. بعدين هتلاقي نفسك طيب انا في إيه تاني في حياتي عاوز احققه، انا عاوز اتعلم انجليزي مثلا، او انا عندي مشكله اكس في الانجليزي عاوز احلها، عاوز احسن السبيكينج، عاوز اتعلم مثلا مش عارف ايه، اشوف كورس ابراهيم عادل، اتفرج على مش عارف ايه ايا كان. وهتبتدي تدريجيا ان انت تدرج الحاجات دي في الروتين بتاعك، وساعتها نظرتك لنفسك هتتغير. مش هتحس ساعتها اللي هو ايه I'm a piece of shit مش هتحس اللي هو ايه انا بخاف اتكلم انجليزي قدام الناس، او انا بخاف اعمل كذا، او انا مش بعرف اعمل كذا. ليه؟ عشان انت كل يوم بتثبت لنفسك ان انت بتعمل الحاجة المطلوبة منك، وهي مثلا الرياضة، الاهتمام بجسمك، وتعليم نفسك والاستثمار في نفسك. and this is how you become confident تدريجيا، ان انت بتثبت لنفسك كل يوم ان انت الشخص اللي انت، يعني ان انت مش بتدعي، يعني فعلا هو ده الشخص اللي انت this is you، ده انت فاهم، انت الشخص الرياضي، انت الشخص اللي بيتعلم انجليزي، انت الشخص اللي بياكل كويس. تمام، فتدريجيا نظرتك لنفسك بتتغير. لما بتكلم على نوعية الكونتنت اللي انت محتاج تحوط نفسك بيه، من ناحية انت فعلا محتاج تحوط نفسك بكونتنت بالانجلش. يعني لو انت عاوز تتعلم انجليزي it's no secret، اسأل اي حد انت اتعلمت انجليزي ازاي، انا بسمع اغاني وبسمع افلام وبسمع مش عارف ايه وايه 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 وبلعب فيديو جيمز واتعلمت انجليزي. طيب ف at the end of it يعني انت عشان تتعلم انجليزي محتاج تحوط نفسك بكونتنت بالانجلش. ويا محلاه لو الكونتنت اللي بالانجلش ده له علاقة بالرحلة بتاعتك او بالاهداف اللي انت عاوز تتعلمها، او كونتنت بيذكرك انت ليه تتعلم انجليزي، مما معناه ان انت حاول بقدر المستطاع ان انت تشوف حاجات تinspire you to improve your English، تinspire you تشوف حاجات مثلا تعلمك. يعني انا مثلا بتعلم انجليزي، طيب انا اتعلم ازاي اعمل فلوس بالانجليزي، او اتعلم ماركتينج بالانجليش، انا هقرا كتاب عن التسويق بالانجليزي، هقرا كتاب عن المبيعات بالانجليزي، اتفرج على ايا كان اليكس هرموزي مثلا بالانجليزي. فانا من ناحيه بتعلم انجليزي، من ناحيه تانية بتعلم بيزنس.
انا اتفرج على مثلا عندي مشكله في التواصل فاتفرج على فين جيونج، من ناحيه بتعلم انجليزي، من ناحيه بتعلم كوميونيكيشن سكيلز. انا محتاج اتعلم اكس، فانا من ناحيه بتفرج على كذا وبتعلم كذا. فكك من الهلس، فكك من التيك توك، فكك من انستجرام، فكك من الريلز، وفكك من فيسبوك، وفكك من اي يعني من اي نوعيه كونتنت فعلا مش هيقدم لك حاجه، عشان في نهايه المطاف هتصحى من النوم في يوم من الايام وتقول انا ضيعت عمري في ايه. يعني كل السكرين تايم بتاعك ده بجد you need to be more mindful، او محتاج ان انت تخلي بالك وقتك بيروح فين. الحاجه اللي انت هتتفرج عليها لو مش بتحفزك، او مش بتفكرك اللي انت بتعمله ده بتعمله ليه، او مش بتضيف لك فاليو، مش بتعلمك حاجه، بجد ملهاش لازمه. ماشي في وقت اللي هو عايز تفسي دماغك تفتح تيك توك تقعد تقلب كده شويه، بس بجد يعني خلي بالك من وقتك. وخلي بالك من نوعيه المحتوى اللي انت بتشوفه، ودي حاجه انا بحاول اعملها مؤخرا. يعني كلنا addicted، بس بجد you have to limit yourself. وانت بتتفرج كده تساءل، هو انا بتفرج على الفيديو ده ليه؟ يعني انا بتفرج ليه مثلا على فيديو مش عارف ايه، هل هو له لازمه ولا ملوش لازمه؟ المهم، فاما بتبتدي تلعب رياضه الانجليش بتاعك بيتحسن، عشان انت بتبتدي اصلا تبني عادات ايجابيه من ضمنها الانجليزي. يعني انا بلعب رياضه وباكل كويس وبتامل وبقرا ومش عارف وبعمل مش عارف ايه، وبعمل كذا وبعمل كذا وبتعلم انجليزي. ممكن على حسب بقى اولوياتك ايه دلوقتي في حياتك، ولكن الرياضه بالتاكيد بالتاكيد أم، هتساعدك ان انت تتعلم انجليزي. وايا كان، حتى لو انت مش هتلعب رياضه عشان تتعلم انجليزي، العب رياضه عشان نفسك، عشان دي الطريقه اللي بتوري نفسك يعني ان انت you care about yourself، او انت بتحب نفسك يعني. فهي حاجه انت تعملها لنفسك عشان نفسك قبل اي حاجه. بالاضافه لده قلنا نوعيه المحتوى اللي انت تحوط نفسك بيه محتوى ايجابي. بطل all of the sad shit you watch you know. كل الفيديوهات بقى بتاعت الحزن، وفيديوهات الدحيحه بتاعت الاكتئاب، والستوريز الحزينه اللي بتنزل على الواتساب، سواء انت اللي بتنزلها او يعني صحابك بينزلوها، اعمل لهم ميوت بجد. يعني ما حدش ناقص طاقه سلبيه، حيط نفسك بطاقه ايجابيه. الاغاني اللي تسمعها تديك موتيفيشن، الكتب اللي تقراها تديك موتيفيشن او تعلمك، الفيديوهات اللي تشوفها تساعدك تحمسك. and this is the kind of content you need to surround yourself with. طيب لما نيجي نتكلم بقى على الناس، صعب زي ما قلنا ان انت تلاقي الكوميونتي السبورتيف ده، ولكن انت يعني يا اما هتحتاج تدور عليه، او ان انت مثلا تنزل تاخد اوفلاين كورس فهتحيط نفسك بناس عندها نفس الاهداف بتاعتك، او ان انت مثلا تحاول تلاقي الكوميونتي ده باي شكل من الاشكال، على ديسكورد، على يوتيوب، على تعمل مثلا انت جروب مثلا على الواتساب يا جماعه. ايا كان، يعني في ناس كتير بتعمل يا جماعه هنذاكر انجليزي مع بعض، اي حاجه بجد. بس الفكره ان انت يعني حاول ان انت تحيط نفسك بالكوميونتي ده. لو انت ما عندكش الكوميونتي ده that's okay، بس حيط نفسك بكونتنت بيفكرك انت تعمل اللي بتعمله ده ليه، وبيدفعك وبيموتيفيت يو، عشان هيعدي عليك ايام انت تكون مش عايز تشتغل. انا بجد انا حافظ كل الموتيفيشنال فيديوز اللي هو حبيب مثلا، حبيب بتاع الام ام اي، you tired، nobody cares you tired go home if you tired go home. بجد كل الحاجات دي انا من كتر ما انا سمعتها انا بجد انا حافظها. ومن ناحيه في ناس بتقول ان الحاجات دي مش مفيده، ولكن انا بالنسبه لي يعني انا بسمع البودكاست دي او بشوف الناس دي عشان تموتيفيت مي وتخليني مكمل على الطريق. ما تفضلش تتفرج عليه طبعا طول الوقت، ولكن اما انت تكون محبط، اما انت تفقد الامل، اما انت تكون مش عاوز تعمل اي حاجه، او انت تكسل whatever، يكون عندك السبورت سيستم ده. يعني ما عندكش صحاب، ما عندكش عيله، ما عندكش حد مثلا في دايرتك القريبه، خلاص يعني انا الموتيفيتور بتاعي مثلا هو شخص كذا، ده الرول موديل بتاعي، ده الشخص اللي انا عاوز ابقاه. and this is how يعني you can improve your life and hopefully improve your English. دول الثلاث نقط اللي انا كنت عاوز اتكلم فيهم، اتمنى ان هم يكون فرقوا معاك شويه. آم، انا كان في مخططاتي ان انا اعمل كوميونتي. يعني الكوميونتي اللي انا بقول لك انت ممكن ما تلاقوهوش ده، انا بفكر اعمله، بس مش عارف يعني. عرفوني في الكومنتات لو حاجه زي كده تحبوا نعملها. هو ممكن مش هيكون كوميونتي لتعلم الانجليزي يعني، بس هو هيكون كوميونتي للشغل. ودي حاجه انا كنت عاملها زمان يعني. بس anyways عرفوني في الكومنتات،
ولو عندك قصة مع الرياضة اتمنى تحكيها لنا برضو في الكومنتس. ممكن فعلا يعني الكومنت بتاعك يفرق مع حد تاني او يحفزه ان هو بيبتدي ينزل او ايا كان. فلو انت بتلعب رياضة اكتب لنا ازاي الرياضة ساعدتك. لو انت موقف رياضة اكتب كومنت برضو، قول يعني ليه موقف رياضة وايه اللي منعك. وافتكر دايما لو هتطلع بأي حاجة من الفيديو ده بجد just start small. ابتدي بحاجة بسيطة جدا. هنلعب رياضة، هننزل نجري 5 دقايق، هننزل نتمشى 5 دقايق، بكرة أتمشى 10 دقايق، بعده أتمشى 10 دقايق، أجري ربع ساعة whatever. نفس الاتيتيود برضو بالنسبة للإنجليزي. النهاردة هشوف فيديو مثلا مدته 5 دقايق، بكرة هشوف 10 دقايق، أيا كان يعني. ابتدي بسيط جدا وبعدين تدريجيا تدرج في صعوبة الحاجة اللي انت بتعملها. Thank you very much for watching وأشوفك في فيديو جديد.